إذا سألك أحدهم فقال لك عرف الإجماع لغة وعرفا، فقل له الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، ودليله قوله تعالى فأجمعوا أمركم. وهناك أيضا من العلماء من يفرق أيضا بين العزم والاتفاق، فيقول الاتفاق يكون فعله متعد بغيره، والعزم يكون فعله لازم. وتعريف الإجماع عرفا هو إجماع مجتهدي عصر من العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة شرعية، والعرف معناه الاصطلاح. وهناك من لا يعتد بإجماعهم كالنظام المعتزلي والخوارج والإمامية الرافضة. هذه المعلومة التي ذكرتها لك أردت أن أنبهك إلى أمر مهم، أنا تعلمتها من عالم من العلماء في شرح متن من المتون في مصطلح الحديث. جاني واحد البارح في اللايف يسألني على زين الخير الليبي هذاك اللي يدير لايفات مع النصارى والملاحدة وغيرها. فسألته سؤالا، قلت له أعطيني معلومة تعلمتها منه في الفقه أو الأصول أو مصطلح الحديث أو أصول الفقه إلى آخره في العقيدة. فسكت ولم يجيب ولن يجيب، لأنه مثل هذا اللايفات لن تخرج منها بفائدة، بل بالعكس تخرج منها بالشبهات وكثرة الكلام الفارغ. لكن إذا جلست واستمعت لعالم من العلماء ستخرج بفوائد جمة. وأنا أعطيتكم مثالا فقط، هذا كتاب مرتقى الوصول لأحد المالكية يشرحه شيخ من مشايخ الجزائر، عالم من علمائها، فأخذت هذه الفائدة وشاركتها معكم. وإذا بغيتوا نشارككم في القناة خليها لكم في الباي. لكن مشاهدتك لما يسمى بالمناظرة والمناقشة والمحاورة أنا أسميه الكلام الفارغ، هذا غالبا لن تخرج منه بفائدة. الأفضل لك والأسلم والأكمل أنك تروح تتعلم العلم، مع مرور الوقت تكون عندك ملكة تصبح تفرق بين الأمور بنفسك، والعلم بالتعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنك تجيب عمرك 5 سنين ولا 10 سنين من حياتك وانت تتفرج على ما يسمى بالمناقشات والمحاورات والمناظرات، أنت لن تنتفع شيئا، وستحمل كم هائل من الشبهات التي غالبا لن تجد لها إجابة. هؤلاء المناظرين والمحاورين والمناقشين لو كان فيهم خير لفعلوا ذلك في جروبات مغلقة، لو كانوا حقا يريدون الصلاح والهداية لهؤلاء الناس لفعلوا ذلك في جروبات مغلقة. وحتى أولئك الناس الذين يصعدون معهم في الجاستات لو كانوا حقا طالبي حق لذهبوا إلى العلماء في مقصوراتهم ومكاتبهم ومحاضرهم ومحاضرهم ومساجدهم، ويعني الأماكن التي فيها هؤلاء العلماء، وسألوهم. أما الصعود وحب الظهور وحب الكثرة والإعجابات وإثارة يعني إعجاب الناس وآلاف يتفرجون وألجمته وأفحمته وغلبته، هذا يا أخي ولو ادعوا أنهم مخلصين لله فعلهم يكذب قولهم. لو كان فيهم حقا خير لما فعلوا هذا على ملأ من الناس، وهذا خلاف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولو كان فيهم خير لجعلوها عن طريق حصص كما كان علماؤنا قديم، يأتي بمسألة أو موضوع أو شيء ويتحدث عنه ويبينه في حصة ولا في درس ولا في قناة ولا في كتاب ولا في رسالة، ويوفق الله سبحانه وتعالى من أراد الانتفاع أن ينتفع. أما أن تأتي ببعض النصارى وبعض الملاحدة وبعض من يدعي أنه ربوبي وأنه قرآني وكذا، فارغ شغل
ما لقى ما يدير، يحب يبان يطلع معاك انت لايف تاعك فيه 4000 بنادم، تزيد تكتب ممنوع القس على المسلمين، ونهار كامل تطلع في هذا الظلال وتدعي انك ادخلت فلان للاسلام او هديت فلان او بينت الشبهه الفلانيه. وما اكثر من ياخذون الشبهات، تلك الشبهات التي تطرح في اللايف، وقد ينحرفون وقد يخرجون من الاسلام بسبب هذه اللايفات، وما اكثرها. ثم ياتي واحد يمثل يحب يعيش الدور لانهم يديروا ريكورد غالبا. انا اعلم هذا، انا كنت نطلع مع المحاورين وكنت عندي هوس بهذه الامور، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري. وبالتالي نروح نحفظ زوز كتب ونحفظ شويه قواعد عقليه ونحفظ شويه ردود ونولي حتى انا محاور. ما اسهل ذلك، والعلم صعب، اما هذه التفاهات ما اسهلها وما ايسرها، وطريقها مختصر جدا، لكن العلم طريقه طويل. كاين بعض الناس انا اعرفهم عندهم نقص، عندهم وسوسه، عندهم خلل يا اخي في الدماغ. ماذا يفعلون؟ ياتي يدعي انه غير مسلم لكي يعيش اللحظه. ما هي اللحظه؟ يعيش اللحظه انه دخل الى الاسلام ونطق الشهاده على يد فخره ولا زين الخير الليبي ولا فلان المصري ولا علان الكردي، والجو بالبكاء والحزن وفرحة المسلمين الذين يتعاطفون معه إلى آخره. والرجل يأتي بعد أيام ويريد أن يعيد نفس الشيء، حتى يعني بعض الناس يكشفونه، يقولوا له يا أخي أنت اللي دخلت الإسلام قبل شهر أو شهرين. ناس مرضى يا أخي، أغلبهم إن لم أقل كلهم. قلما تجد إنسان حقا يعني جاء يعني أراد الحق يعني في هذا اللايفات، قلما يكاد هذا الأمر ينعدم. بارك الله فيك. لذلك أقبلوا على العلم والعلماء، ولا عليك بمن ضل إذا اهتديت، ولا عليك بمن اهتدى إن ضللت. أنت اجري على نفسك يا أخي. نفرض من يدخلوا الإسلام، ما عندك حتى علاقة بهم، الله يسهل. أنت عليك نفسك، بارك الله فيك، وخاصتك يعني أهلك، ثم ابكي على الناس واللي دخلوا الإسلام واللي ما دخلوش. والله المستعان. السلام عليكم.